تصور لو أنت معتصم بالله ومحتمي بالله أمام أي مخلوق في الدنيا مهما كان قوي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه مواجه بقوة ربنا إذا استعنت برب العالمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والاستعاذة هي حديث داخلي بينك وبين نفسك وبينك وبين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعلم الحديث أثبت إن الكلام الداخلي اللي بيسموه السلف توك ده مؤثر جدا على حالة الإنسان. عشان كده في كتب دلوقتي بقت يطلعها جون جراي ويطلعها كثير من علماء الاجتماع والأدباء بره، بتتكلم ازاي يبقى بينك وبين نفسك كلام إيجابي يغير حالتك، خليك أكثر إيجابية وتطلع من المشاكل. كل ده بالحديث اللي بينك وبين نفسك. ومن زمان ربنا ذكرها، كلمة بينك وبين نفسك يسمعها ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخليك قوي على شيطان سماه ربنا الوسواس الخناس. الوسواس اللي بيروح ويجي ويروح ويجي، الخناس أي الضعيف الهارب. فأنت أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهرب ويضعف ويجري. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. رقم 4 هو تحصين الأولاد من الشيطان الرجيم، بالذات لو كانوا صغيرين. وده اللي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعمله دايما مع الحسن والحسين أحفاده. يا جماعة كل أب وأم بيسمعني، في واجب عندك، في حق عندك تجاه ولادك عشان تحفظهم من الشياطين. هذا الواجب كان مواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الحسن والحسين ويقول لهم أعيذكما، حط إيدك كده على راسه، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لازم تبقى مقصر في حق عيالك. لو انت او حضرتك كأم مش بتعوذ ولادك، دي تعويذة النبي، وكانت قبل النبي تعويذة سيدنا إبراهيم لإسماعيل وإسحاق أولاده. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. هامة يعني حيوان سام، دابة سامة تهم بإيذاء الإنسان. من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أي عين حاسدة. فواجبنا كآباء وأمهات تجاه أولادنا عشان نبعد عنهم الشيطان إن احنا نعوذهم أعيذكما بكلمات الله التامة، أو لو واحد بس ابنك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وجهت قلبي وعقلي ليك، سجدت لك، اغفر لي يا رحيم يا رب. أنا استنجدت بيك من نفسي من كل شيطان. العبد اللي بيعادي الشيطان ورافع سلاحه دايما وقت ما يجي ينام ويسلم روحه لربنا ليه تحصين من الشيطان. كل يوم انت بتنام، كل يوم لازم كل يوم تحصن نفسك وانت داخل تنام. تحصين بسيط ما بياخدش 60 ثانية، لكن في الآخر بيحميك طول ما انت نايم من همزات الشياطين. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان موكل سيدنا أبو هريرة أنه يحفظ الأموال بتاعت الصدقة، فهو واقف عليها حارس، جه واحد يسرق منها شوية كده فمسكه أبو هريرة قال له هديك للنبي. قال له أنا آسف والله، أصل غصب عني، أصل عندي عيال، فصعب عليه. والحديث في صحيح مسلم. فسابه وراح قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كان امبارح حرامي ومسكته وبعدين صعب عليا لما شكالي إن هو فقير وعنده عيال. قال كذبك، ده كذاب وسيعود. تاني يوم جه برضه كان بياخد من اموال الصدقه، مسكه ابو هريره هوديك للنبي. قال له معلش عشان خاطري اخر مره، اصل العيال وانا اسف ومش لاقيين ناكل. فسابه لما صعب عليه وراح للنبي حكى له، قال له كذبك وسيعود. تالت مره مسكه ابو هريره قال له مش سايبك. قال له اقول لك حاجه تنفعك بينك وبين ربنا وتسيبني؟ قال له ايه؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تستيقظ. يا نهار أبيض، متشكرين يا سيدي، اتفضل. وصدقوا أبو هريرة، فراح لحكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان صدقك وهو كذوب. المرة دي الشيطان قال لك الحقيقة. الشيطان عارف ايه اللي بيخليه ضعيف قدامك وانت نايم. لو قريت آية الكرسي انت مقصر وانت مقصرة في حق نفسك. لو دخلت تنام يا عبد الله يا اللي بتحلم تكون من أهل الجنة ونفسك تقوم روحك طيبة وتصلي الفجر في وسط ما انت نايم، تقوم تصلي الفجر، خد بالك ما تأثرش في حق نفسك واقرأ آية الكرسي. بعد كده التحصين اللي بعد كده المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومعاهم كمان قل هو الله أحد. روى الترمذي حديث النبي عليه الصلاة والسلام
يوم ما شاف الصحابة قال أقلتم؟ قلنا وما نقول يا رسول الله. قال أقلتم؟ وما نقول يا رسول الله. قال أقلتم؟ ما نقول يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين يصبح، يعني بعد الفجر قبل الشروق، وحين يمسي يعني بعد العصر لغاية المغرب، كفته كل شيء. خلاص، انت ما فيش حاجة هتقربك بإذن الله. انت الشيطان ضعيف جدا لو بعد ما صليت الفجر. وعلى فكرة لو واحد بيفوت الفجر غلطان، ودي فريضة بتفوت عليك، حرام عليك، بس كمان ما تفوتش المعوذتين. لما تصحى الصبح اقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بس دي من عندي كده محبة يعني، لكن الأصل إنها تقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ده أذكار المساء. لو عملت كده وقريت قل هو الله أحد والمعوذتين، أنت في أمان من كل شيطان، من كل وسوسة، كفتك كل شيء. يلي عدوك الشيطان يمشي عدل، يحتار عدوك فيك، وبنية صافية حلفت أمشي قاصد وجهك الكريم. وصلت مع حضراتكم لآخر تحصينتين من الشيطان. ذكر بيتقال الصبح وبالليل، وبعدين في البيت بنعمل إيه عشان الشيطان ما يكونش معانا. الذكر اللي بيتقال الصبح وبالليل كما رواه الإمام البخاري ذكر في أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد صلاة العصر. بعض العلماء قال لك كمان ممكن بعد المغرب تقال أذكار المساء. المهم إن أنت في الوقت ده لازم تقول الذكر ده. الذكر ده بيتقال 100 مرة وممكن ياخد منك 7-8 دقايق، لكنه ورد، يعني شيء مكرر. الصالحين اللي بيتحصنوا من الشيطان دايما متعودين عليه. وأنا في بداية الحلقة قلت لحضراتكم إن أنا هقول لكم 10 أشياء تتحصن بيها، إما تعمل ال10 أو تاخد المناسب ليك، وأنا بقولهم كلهم علشان كل واحد ياخد الأنسب ليه. الذكر ده بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولوا 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رقم 1 تاخد 100 حسنة. رقم 2 يغفر ليك 100 سيئة. رقم 3 كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني أنفقت بتاع 20,000 جنيه في سبيل الله. رقم 4 يتنحى، يعني يبعد عنك الشيطان سائر اليوم. أنت النهاردة الشيطان مش هيجي جنبك لا بوسوسة ولا بأي شيء. رقم 5 لم يأتي أحد بأفضل مما جئت إلا من قال مثلك أو زاد. مفيش حد في الدنيا عمل أي عمل صالح أحسن من اللي أنت قلته إلا إذا قال 101 أو 102 أو 110. إذن الذكر ده بيبعد الشيطان سائر اليوم. طيب، تحصين الأخير علاقتنا بالشيطان في البيت خروجا ودخولا. بيوتنا، تجمعات الأسرة، السكينة والطمأنينة أو الخناقات والمشاكل. الشيطان أحد أهدافه إنه يخلي الراجل يطلق الست، وفي وسط ما هو عايز يحقق الهدف ده بيعمل مشاكل وعكننة وزهق ويخلي الست وحشة في عين الراجل والراجل ببايخ في عين الست، عمال بيحاول يوسوس دايما. فاحنا واحنا داخلين البيت عايزين نطرده، واحنا خارجين عايزين نتحصن منه. وانت داخل البيت قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر العبد ربه إذا دخل البيت قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم. فإذا ذكر الله عند الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. ذكر ربنا عند الأكل وذكر ربنا سبحانه وتعالى لما دخل البيت، لا هنبات معاه ولا هناكل. وإذا لم يذكر الله لا عند الطعام ولا عند البيت قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. يخش معاك الشيطان. عشان كده احنا دايما بنقول لما احنا داخلين البيت: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. احنا بنخش بالله وبنخرج بالله سبحانه وتعالى الذي يعصمنا ويحمينا. اما وانت داخل او انت خارج بقى، اما وانت خارج من البيت فتعودنا كل يوم وانت خارج تقول، واللي ما بيقولش الاذكار دي يا جماعه يراجع نفسه عشان صدقني هتلاقي نفسك حياتك اختلفت وانت ربنا بيحميك من عدوك اللي كلمك عنه 75 مره في القرآن. وانت خارج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لو قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل لك هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول الشيطان: وما أفعل مع عبد هدي ووقي. ربنا يهديك ويقيك ويبعد عنك الشيطان لو قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وانت خارج من البيت.